الأهلي بطل السوبر للمرة ال15 في تاريخه، وكولر يعادل رقم منو الجوزيه في فوز ببطولة كأس السوبر المصري. مبروك لنادي الأهلي بطل السوبر المصري، مبروك لنادي الأهلي بطل كأس السوبر، مبروك لنادي الأهلي، هارد لك لنادي الزمالك. لكن كولر أدار المباراة بعقلانية وامتلك المباراة. لكن يا كولر ليا عتاب عليك خاص، مش ده الفريق اللي نوصل معاه لركلات الترجيح التاني مرة. فين النادي الأهلي؟ فين النادي الأهلي اللي كانت تهابه كل فرق أفريقيا؟ نتعادل مع نادي الزمالك ويطلع لاعب من نادي الزمالك ويقول لك الواحد من الزمالك ب20 من الأهلي، في حين إن لاعب من الأهلي بتاريخ نادي الزمالك، اللاعب في الأهلي بتاريخ نادي الزمالك، اللاعب في نادي الأهلي بتاريخ نادي الزمالك. تطلع اللعيبة تهبد، لعيبة الزمالك كلها تطلع تهبد، طبعا بعد الفضايح اللي عملوها في الإمارات والشيء اللي قدموه في الإمارات من فضايح وضرب مدير أمن الاستاد في نادي الإمارات أو في دولة الإمارات عفوا. يطلع لعيبة الزمالك تهبد هب مليش لازمة. عامة في النهاية الأهلي بطل كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، مع ان مفيش هو غريم ولا هو يتساوى معايا في اي حاجة اساسا، لان احنا قلنا لاعب من نادي الاهلي بتاريخ نادي الزمالك بالكامل. في النهاية مبروك النادي الاهلي، كولر ادار المباراة بعقلانية، لكن مش ده نادي الاهلي اللي يتعادل مع نادي الزمالك ونوصل ركلات الترجيح، مش ده الاهلي. وكوجهة نظر الشخصية كان بدأ مصطفى شوبير أفضل من محمد الشناوي في هذا المباراة، لكن مبروك لنادي الأهلي. ولعيبة الزمالك بتطلع تهبد ويقول الواحد من الزمالك ب20 من الأهلي، في حين إن واحد من الأهلي بتاريخ نادي الزمالك. ألف ألف مبروك فوز نادي الأهلي بكأس السوبر المصري، هارد لك لنادي الزمالك. نبدأ موسم كروي ببطولة السوبر المصرية وننطلق إلى العالمية وإلى الأفريقية، ويبقى نادي الزمالك في الدور المحلي. الأهلي يوم 29 أكتوبر مواجهة العين الإماراتي في كأس القارات، مواجهة نادي العين في كأس القارات. وفي حالة حصول نادي الأهلي على هذا الكأس ينتقل إلى كأس الكونتيننتال البديلة لكأس العالم للأندية، لأن كأس العالم للأندية في 2025 المجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية الأهلي صعد إليها مباشرة طبعا، وأنتم تعلمون من الصاعد في أفريقيا سواء كان الوداد أو صن داونز مع الأهلي. ففي النهاية ألف مبروك فوز نادي الأهلي ببطولة الكأس السوبر الأفريقي. لكن كولر لي بعض التعليقات أيضا على كريم نتفيد. هو كريم نتفيد يا كولر ماسك علينا زلة أو ماسك على مجلس إدارة نادي الأهلي زلة عشان يلعب في مباراة السيراميكا؟ عامة كويس اللي انت ما كانش موجود النهاردة في تشكيلة نادي الأهلي. مبروك لنادي الأهلي، وألف ألف مبروك لنادي الأهلي، وهارد لك لنادي الزمالك. غدا إن شاء الله لنا تحليل كامل عن التحكيم وعن الهدف الذي تم إلغائه، وهو كان هدف تسلل صحيح، وهدف بيراميدز اللي تم إلغائه من قبل الفار وهو هدف صحيح. والزمالك كان لا يستحق أن يكون في النهائي مع الأهلي، لكن القدر والتحكيم المصري وسوء التحكيم المصري.
ألف مبروك نادي الأهلي، هارد لك نادي الزمالك. لايك وشير وصلي على النبي الزين. وأنا أسف عن خروجي عن محتواي في الأيام السابقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.